تعرفون إخوان الكرام أن عملية الغزل والنسيج يدويا عملية معقدة وصعبة، ليست سهلة، يحتاج إلى تركيز وإلى جهد وإلى تعب. ولكم أن تتخيلوا إخواني امرأة غزلت ونسجت وغزلت ونسجت وتعبت وركزت وسهرت إلى أن أصبح غزلها أصبح قوي ومتماسك. في نهاية المطاف أخذت نهاية الخيط ونقضت هذا الغزل وفرقت خيوطه وبعثرته بعد أن كان قويا متماسكا. هذه هي المملكة العربية السعودية للأسف الشديد. بعد أن انطلقت خطوات في طريق الريادة والقيادة لهذه الأمة لأهل السنة، قلنا ما شاء الله يعني عاصفة حزم، ويعني تحالف عربي وتحالف إسلامي ورعد الشمال وتقارب مع تركيا، خلاص يعني هذه بداية النهاية لإيران. يعني فالأعداء الإسلام والأمة سينتهوا ما دام نهض هذا المارد السعودي الذي سيقود الأمة ويجمعها حوله، ويعني يجمع الناس ويوحد الناس وننطلق يعني باتجاه العدو الرئيسي. للأسف انتكسوا وارتكسوا، بدلا أن يذهبوا إلى إيران ذهبوا إلى قطر، وبدلا من أن يوحدونا ها هي المنطقة تتشظى وتتمزق بسبب سياساتهم العمياء الهوجة. اليمن على وشك الانفصال، ومجلس التعاون الخليجي على وشك الانهيار، والأمور إلى أسوأ. وحتى إقليميا وعالميا المملكة بدلا من أن تكون هي القائدة والناس يتبعوها، الآن حكام المملكة قفا شوية إرهابيين يمشوا وراء شوية إرهابيين مثل عيال زايد والسيسي. إهانة ما بعدها إهانة للمملكة إخوان الكرام، نكصت وانتكست. تمنيت أن يأتي أحد مشايخ السعودية ويلقي على مسامع حكام المملكة هذا التوجيه القرآني: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا توجيه قرآني. للأسف الشديد انتكسوا وركسونا معهم، ودوا لنا إحباط وهزيمة نفسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى جادة الصواب يا رب.